وقيل أنا تيبان ليا هاد كأس إفريقيا غير مضيعة للوقت، ما تبقاوش نظموه، لأنه تتخسر الملايين وتتجيب استادات وتتوفر ظروف جيدة جدًا، أحسن ظروف على المستوى الإفريقي، ربما اللي يقدروا ينافسونا شوية على الظروف جنوب إفريقيا ومصر، ما كاينش شي دولة اللي ممكن تنافس المغرب على مستوى الظروف، ومع ذلك للأسف الصورة الإعلامية اللي ترسمات علينا حاليًا صورة سلبية جدًا، ولهذا علاش نستثمروا حنا على المستوى الإفريقي؟ والمشكل ان بزاف ديال المنتخبات الافريقيه وفرنا لهم في التصفيات ملاعب كيجيو كيلعبوا كيرتاحوا. اشنو رابحين حنا من هذا الشيء؟ ولهذا في المستقبل من الافضل نستثمروا على مستوى المسابقات العالميه، لان هاد البوليميك هذه وهاد الحمله الاعلاميه الغير مفهومه رغم الظروف الجيده اللي توفرت في المغرب صراحه كتعطيك الفكره انه تنضيعوا الوقت مع هاد الناس هادو، وهاد الامكانيات هادو الله ما يستاهلوهم، اللهم يمشيو يلعبوا في بوتسوانا ولا يلعبوا في كينيا. هاد الناس هادو ما يستاهلوش هاد الامكانيات اللي وفرها المغرب، خليهم يمشيو يلعبوا مع 3 ديال العشيه الطنطينه والعشب كيطلع، وهذاك هو الظروف الجيده بالنسبه لهم هما.